واضحة الأمور. كابتن خالد بيومي، تشاط الرأي أن الكرة الذهبية الأوروبية يجب أن تكون لبايرن ميونخ هذا الموسم، ولو أنه ما زلنا في نصف السيزون، يعني يعتبر بالنسبة للكرة الذهبية التي تؤخذ على موسم كامل من شهر يناير إلى شهر ديسمبر يعني. يعني وانا طبعا اتفق مع مراد في جزئيات كبيره جدا، في ان ريبيري يستحق فعلا ان يكون افضل لاعب في اوروبا وفي العالم هذا الموسم لما حققه مع فرقه البايرن ثلاثيه كبيره جدا. بس طبعا اذا كان بيتكلم على ميسي هيكسب عندي سؤال. اتفضل. إذا كان فرانك ريبيري لأنه فاز بالشامبيونز ليج الأوروبية وساهم في تتويجات سيبنا بايرن كامل ميونخ. وانا هوصل لك للسؤال بتاعك. عرفني دروجبا يعني. سيبنا كامل وانا هسألك سؤال. اذا كنا بنتكلم على ليونيل ميسي اذا كان يكسب البطوله هذا الموسم فهو حقق لقب الدوري الاسباني، ولكن في رايي الشخصي من يصوت للقب افضل لاعب في العالم بياخد اخر 6 شهور، ما بياخدش اول 6 شهور. نستثني كارنافارو لما كسب كاس العالم فقط لغير كاس عالم، ولكن بقيه 6 اشهر دي الناس اللي بتصوت او الصحفيين اللي بيصوتوا بيشوفوا المستوى العام للاعبين المتواجدين في الوقت الحالي في اخر 6 شهور بالنسبه للسيزون ويتكلموا على هذا الاساس. والدليل على هذا ان ليونيل ميسي الموسم الماضي لم يحقق سوى كاس الكوبا دي فقط لغير اللي هي الكاس الاسبانيه، الخروج من دوري ابطال اوروبا، منتخب الارجنتين ما حققش مع اي شيء، الدوري الاسباني ما حققش فيه اي حاجه السنه اللي فاتت، نفس الموضوع بالنسبه لدوري ابطال اوروبا، ومع ذلك حقق لقب افضل لاعب في اوروبا وفي العالم. مع ذلك كمان ان دي دروجبا كان الرجل الاول في اوروبا الموسم الماضي في الاداء والمستوى، وشال على عاتقه بعد تغيير مدير فني واعطاء القياده لروبرتو دي ماتيو ويحقق لقب دوري ابطال اوروبا على ملعب الاليانز ارينا امام فريق من اقوى فرق العالم اسمه دي دروجبا، ولم يحقق لقب. ليه؟ لان من يصوت ينظر فقط لل6 اشهر الاخيره. طبيعي جدا، يعني تفكير منطقي. 6 اشهر الاخيره، ما ننساش السبونسورينج ايضا. الارقام كلها بتتكلم، الارقام القياسيه اللي حققها ليونيل ميسي في بدايه السيزون هذا الموسم مع تيتو فيلانوفا خلت العالم كله انبهر، ادت التصويت بالنسبه ليونيل ميسي. نسوا ان في واحد اسمه دي دروجبا في ال6 شهور شال على عاتقه فرقه زي تشيلسي وحقق لقب اعتقد انه صعب جدا على اي فرقه في على العالم. فكره مراد يختلف كابتن ربيع وكابتن سمير السليمي فيما بعد. ما نختلفش مع خالد، فقط للمقارنه، لا يمكن المقارنه لانه دروجبا السنه الفارطه ما فازش بثلاثيه، ما فازش بالدوري الانجليزي وكاس انجلترا، وكذلك ما كانش دوره في كل هذه المسابقات دور رئيسي. يعني دروجبا كان السنه الفارطه يعني ما لعب الا تشامبيونز ليج، في حين انه ريبيري كان متميز في البوندسليغا وفي كاس المانيا. يبدو لي على الاقل حتى كان مش ريبيري على الاقل يكون شفاينشتايجر مثلا. مراد انا متفق معاك في ريبيري بنسبه 100%. انا بتكلم على جزئيه ليونيل ميسي، اتفق ان دي جزئيه انه يكسب ثاني او يحقق لقب افضل لاعب في اوروبا، انا متفق معاك في دي كمان. انت فهمت كلامي خطا، انا متفق معاك بنسبه 100% ان المفروض التصويت كان يروح لريبيري او يروح لريبيري نظرا لما حققه، وبرضه بنفس الموضوع لقيمه دوري ابطال اوروبا كهي اقوى بطوله على مستوى العالم في رايي الشخصي، كان من المفروض على الاقل اعطاء لقب افضل لاعب في اوروبا لدي دروجبا. لا يوصل افضل لاعب في اوروبا ولا افضل لاعب في العالم، هذا ظلم حقيقي لاعب كبير جدا مع فرقه تشيلسي. واضحه الامور الان، واضحه الامور. حتى كابتن مراد الزغيدي بالضبط. يعني اقتنع تماما بهذا الكلام. وصراحه احنا مررنا هذا التقرير بالنسبه لفرانك ريبيري او تحدثنا عن فرانك ريبيري باعتبار قيمه هذا اللاعب في